السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وإخواني. معكم المستشار أحمد عبد ماهر المحامي بالنقد والباحث الإسلامي في بث جديد، لكن هذا الفيديو للعقلاء فقط، لمن يمتلكون العقل، ليس للعقلاء معناها البالغين، لكن معناها لمن يمتلكون عقلا يفكرون به. هل الصحابة كلهم عدول؟ ده سؤال. هل الصحابة كلهم عدول زي ما بيقول الأزهر وزي ما تم تشييد يعني بناء علم الحديث على أساس أن الصحابة كلهم عدول؟ فهل يا ترى الصحابة كلهم عدول؟ احنا عايزين معلش نبقى مفكرين، ومش أنا اللي بقول، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالذي لا يتدبر القرآن على قلبه قفل كبير كبير قوي، وما بيفهمش حاجة في الإسلام، بس يتناقش. كل الناس مع الصحابة أكن الصحابة دول ما فيش زيهم، كل الناس مع السلف أكن السلف دول ما فيش زيهم، كل الناس مع الأئمة الأربعة أكن الأئمة الأربعة دول ما فيش زيهم. هل الدنيا ما بتتقدمش؟ هل الجماعة الخواجات اللي في أوروبا أو أمريكا أو خلافه زي الصحابة برضو بتاعتهم وزي السلف بتاعهم؟ لو كانوا كده كان زمانهم راكبين الخيل والبغال والحمير، كان زمانهم ما عندهمش التليفون المحمول اللي انت بتشوفني منه ده. يبقى إذن في حاجة، لقد تم تشييد علم الحديث على أساس أن الصحابة كلهم عدول. كلهم إيه؟ عدول. طب وربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الصحابة وبيقول عليهم: وإذ قالت طائفة منهم، طائفة من الصحابة: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، بيكذبوا يعني، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وإن يريدون إلا فرارا. زحف، بيفروا يوم الزحف ويكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. آية تانية بتقول لك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. تركوا سيدنا محمد بيخطب فيهم أو بيتكلم بديهم درس، يسيبوهم عشان اللهو والتجارة. مين دول؟ صحابة. حاجة ثالثة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. دول مين؟ صحابة. حاجة ثالثة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بيكلم مين؟ بيكلم الصحابة. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى مين اللي انقلب على أعقابه؟ الصحابة. طب إيه الدليل؟ الدليل أهو جاي لك أهو: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. جزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مين دول؟ صحابة. قتل بعضهم بعضا في معركة الجمل 30,000 قتيل، وفي معركة صفين 70,000 قتيل. يبقوا عدول؟ ناس مخلدين في النار وملاعين ومغضوب عليهم، يبقوا كلهم عدول؟ انما الازهر عايز كده، انا هنعمل له ايه؟ احنا اللي وحشين، السلف هو الدح الحلو، السلف دايما نسميه السلف الصالح، انما احنا الخلف الطالح. وعشان كده انا حافظ قران زي ما انتم شايفين كده، وطالع الاول على الجمهوريه على فكره في حفظ القران. يعني احنا معلش لازم نفهم ان احنا اتغشينا من الساده الازاهره في ديننا لما قالوا انه النبي لا ينطق عن الهوى، لانهم ما بيعرفوش حاجه. ده الرسول هو الذي لا ينطق عن الهوى، مقام الرسول هو الذي لا ينطق عن الهوى، انما مقام النبوه ينطق عن 60 هوى ويكذب ويغلط. امال ايه؟
امال هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اما بيقول له وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس. طبعا أنا لو قلت لكم كده هتضربوني بالنار. ها؟ ربنا بيقول كده في القرآن اللي انتوا لا تتدبروا كلماته ولا تتدبروا آياته، وخلطتوا ما بين النبي والرسول وقلتوا كله لا ينطق عن الهوى. والشافعي الاخ الشافعي الامام الشافعي يقول لك انه السنه وحي زيها زي القران ومسميها سنه. الاقوال لا تكون سنه، الافعال هي السنه. الافعال المتواتره المداومه على فعلها هي السنه، انما الاقوال لا تكون سنه ابدا. اذا احنا مغشوشين في ديننا من خلال بعض المبادئ اللي وضعت علشان تحلية ويعني ورونق السلف والصحابة. لكن الحقيقة ان الحق هيفضل حق سواء في وقت السلف او في وقت غير السلف. ولازم تعرف انه الصحابة والسلف ما كانوش احسن حاجة، ده احنا احسن منهم بكتير عقليا وثقافيا وعلميا وحضاريا وكل حاجة. يبقى لما يقعد واحد يفل في دماغه كده ويهرش في دماغه كده ويقول لك اصل لما تدخل الخلاء تدخل الخلاء بالقدم اليسرى وتطلع بالقدم اليمنى، وما تدخل المسجد واعتبر ان ده دين وتدخل المسجد بالقدم اليمنى، ده راجل بيخليك مروش. لما يقول ان اطلاق اللحية يعني سنة تكسب عليها ثواب، ثواب ايه؟ هو ابو لهب وابو جهل مش كانوا مربين دقنهم برضه؟ يبقى بتربيه على ايه؟ هو ربنا قال انه حلق اللحية حرام عشان كده انت بتقول انها حرام؟ حرمت عليك عيشتك، حرمت عليك عيشتك يا بغل يا اللي بتقول ان حلق اللحية حرام. يبقى اذا لما تيجي تقول ان المرأة ناقصة عقل ودين تبقى ما انتش فاهم حاجة في القرآن، لان ربنا بيقول الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. يبقى احسن خلقة المرأة يا استاذ، ولا انت مش فالح بس لانك انت تعظم الصحابة وخلاص؟ يبقى اذا معلش نحاول شوية نشوف القرآن بيقول ايه علشان نحس بقيمة عقلنا. انما ناس كلها بتحب الصحابة وميتها في دبابها، ميتين في حب السلف خالص، ميتين في حب الائمة الاربعة خالص. عشان الائمة الاربعة بيعملوا ايه؟ الائمة الاربعة دول قاموا بكتابة فقه يعني كثير منه مخبول. هو مين اللي قال انه قتل تارك الصلاة؟ مش الائمة الاربعة. مين اللي قال قتل المرتد؟ مش الائمة الاربعة. هو قتل المرتد بقى سواء كان المرتد محارب او المرتد يعني ارتد في نفسه كده وفي ذاته، اقتله ليه؟ ويقول لك يستتاب 3 ايام. مين اللي حدد ال3 ايام؟ يا من تقنط من رحمة الله ما تسيبه لحد ما سنة 2 3 وهيرجع تاني. لكن لا، لازم اقنط من رحمة الله بعد 3 ايام واقتله. هو ده الفقه بتاعنا، ده الفقه اللي محتاج القانون 103 سنة 61 قال ان الازهر ينقي ويجدد التراث من الفضول والشوائب. لكن احنا لا بتوع قانون ولا بتوع دين ولا بتوع علم 3 ولا بتوع تفكير، ولا احنا بالعواطف كده ملهلبه في اتجاه الصحابه والسلف والناس دي حلوه قوي، وخصوصا كمان لو اتعمل لهم ضريح ونقول لعن الله حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تفعلوا. نعمل احنا بقى كمان حديث، وده برضه احنا مش بنخالف القران بس، احنا بنخالف كمان الحديث. الرسول عليه الصلاه والسلام قال او النبي اللي قال كده، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ماشي، عملنا احنا ايه؟ مسجد سيدنا الحسين ومسجد سيدنا مش ستنا زينب وسيدنا فاطمه ومسجد سيدنا مش عارف ايه وسيدنا وهكذا.
وعندنا كمان ما هو ما في خالص اصلا عن مسجد السيد البدوي، ويجي له 2 مليون. 2 مليون جايين في مولد السيد البدوي السنه دي اللي فاتت دي، اللي احنا كلنا فيها دي. اذا احنا ناس ابلع عواطف هي اللي شغلانه، انما ده ما فيش، ده العقل هنا ده ما فيش. ادي كل الحكايه. وربنا لما هيحاسبنا على ده وعلى ده، القلب والعقل، ويقول لنا حبيته ده ليه وكرهته ده ليه، بتكرهوني انا ليه عشان بقول كلام يعني ضد اللي في دماغكم، يبقى لازم تكرهوني. امال ايه؟ كرهوني قوي، خليكوا على الاخر خالص، اكرهوني قوي، وقولوا وخلي بالك كمان قولوا عليا قراني كافر، عشان ربنا سبحانه وتعالى هيقول يا سلام، تعالى الراجل الشجاع ده اللي قال على احمد عبده ماهر انه كافر عشان انه قراني، تعالى ده انت هايل، ده انت عظيم، ويدخلك الجنه على طول. عشان انت، امال ايه؟ عشان كل اللي في دماغك صح وكل اللي في دماغي انا غلط، صح؟ عشان كده ربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم. خليك في اللي انت فيه ده، وخلي الشيخ ينفعك، بس ادي كل الحكايه. وانا بتصور برضو المره الثانيه بقول لكم الحكايه دي، انا ما بتصورش ورايا المكتبه ابدا بتاعتي، لكن يعني اهو عشان لحسن تفتكروا ان انا جاهل ولا حاجه. شكرا جزيلا يا اخو، مع السلامه.